اهلا بيكم في اول حلقه من ميك اب بينجو. انا كنت شرحت ايه اللي هيحصل في الحلقات دي، هحط لكم لينك الشرح هنا على الشاشه وكمان في الديسكريبشن. فيلا بينا نبدا على طول. بس انصح اي حد ما شافش الشرح هيخش يشوفه الاول وبعد كده يكمل الحلقه دي. بس باختصار كده اللي بيحصل ان احنا بنتكلم عن المنتجات الجديده اللي نزلت الاسبوعين اللي فاتوا، منتجات الميك اب طبعا او سكين كير اللي نزلت في الكام اسبوع اللي فاتوا، وبنتكلم عليهم بطريقه عشوائيه ونلعب بيهم بينجو. طبعا بيبقى عندي اكتر من 30 منتج هنتكلم عليهم، بس مش هنتكلم عليهم كلهم على حسب لعبة البينجو. اول ما اعمل بينجو هوقف، وكده بنكون لعبنا بينجو وفي نفس الوقت اتكلمنا عن منتجات كتير او اصدارات ميك اب كتير نزلت الفترة اللي فاتت. خليني كده اوريكم صور سريعة للمنتجات اللي ممكن نتكلم عليها النهاردة. وده البينجو كارد. انا بستخدم ابلكيشن على الموبايل بتخليني اختار ارقام عشوائية علشان نعرف نلعب بينجو. فخلينا نبدأ على طول باول منتج. طبعا هحط لكم صور كل حاجة الناحية دي او الناحية دي عشان تعرفوا انا بتكلم على ايه. واول منتج معانا هو الباليت الجديدة بتاعت ناتاشا دينونا، اسمها ياكا باليت. عجبني قوي الالوان بتاعتها ايرثي تونز كده، او الوان ايرثي اللي هي ارض، يعني ايرث جاي من الارض، يعني فيها الوان يعني مصفرة، فيها حاجات نيوترال، هي وورم تون اكتر او الوانها دافية اكتر. فيها ذهبيات كتير، عجبني قوي الاخضرات برضو الموجودة. سعرها $69، فهي طبعا ناتاشا دينونا معروف انها براند غالية. فيها 15 شيد زي ما انتوا شايفين، وشكلها حلو جدا. انا ما جربتش اي حاجه قبل كده من ناتاشا دينونا، فهنحط الباليت دي في الخانه بتاعت محتاجه اجربها للعلم. اللي بعده طيب، دي براند جديده، هي دي الصوره الوحيده اللي نازله دلوقتي عليها. هي براند من ميك اب ارتست انجليزيه اسمها كيتي جين هيوز. فبالتالي مفيش يعني، هي الصورة اصلا زي ما تكون في المصنع بتاع الميك اب او كده. وده بس اللي احنا نعرفه عنها، ان هي براند بتاعت ميك اب ارتست. مفيش سعر، مش عارفين حتى الاسم بتاعها ايه. خلينا نستنى، يمكن تطلع تظهر في حلقات تانية بعد كده. بس النهاردة هنحطها في براند مشاهير جديد، عشان دي براند جديدة بتاعت حد مشهور. انا معرفهاش شخصيا بس واضح انها مشهورة، فهنحطها في براند مشاهير جديد. اللي بعده اوكي، ده من التعاونات الجديدة مع واتن وايلد. واتن وايلد براند دراج ستور، او اللي هي البراندز اللي بتبقى اسعارها خفيفة شوية. عاملة تعاون مع أليس ان وندرلاند او أليس في بلاد العجائب. طبعا معظمنا عارفينها، اللي مش عارفها ده كرتون، ده اكتشلي كتاب قديم واتعمل كرتون وتعمل افلام وتعمل كل حاجة. هي لسه ما نزلتش، او يعني وقت ما انا بصور الفيديو ده ما كانتش لسه نزلت، معرفش هتكون نزلت ولا لا. فبالتالي ما عنديش سعر او اسعار الحاجات اللي فيها، بس هي مكونة من حاجات كتير جدا. خليني اقول لكم ايه الحاجات اللي فيها اي شادو باليت، فيها مراية، فيها ليب اند شيك كولرز، يعني حاجات يعني هو كولر ينفع للخد والشفايف. فيها ليبستكس وليب جلاسز، فيها ليكويد ايلاينرز، فيها فيس اند بادي جيمز، او اللي هي الستيكرز اللي بتلمع اللي بتحط على الوش والجسم. وفيها هايلايتر باليت، بلاش باليت، برونزر باليت، ميك اب وايبس، مجموعة مبارد للضوافر، ومانيكير او نيل بولش، وكذا كذا نيل بولش اكشلي، وهيد باند او رباط كده بيتربط على الراس، و2 سبونجز، وكمان مجموعة من الفرش. يعني بصراحة انا شخصيا يعني مش ماليش قوي ان انا اجيب الحاجات اللي هي بتبقى limited edition وبتبقى ليها ثيم معين. انا بحب الحاجة تبقى timeless، تبقى شكلها يعني
تنفع اي وقت، تنفع اي زمان، الحاجات اللي هي نيوترال جدا. انا بيزك جدا في الحاجات دي، فهنحط الكولكشن ده او الريليس ده في خانة ميك اب للذكريات. اللي بعده اوكي، انستازيا بيفرلي هيلز منزلين باليت جديدة اسمها كوزموس باليت. هي مكونة من 12 شيد زي ما انتوا شايفين في الصورة، فيها شيمرز، فيها ماتس. هي الوانها يعني عادية، مش عارفة، بتفكرني قوي بالسوفت جلام. هحط لكم صورة سوفت جلام الناحية التانية برضو عشان تقارنوها. حاسين انها زي السوفت جلام بالظبط مع اختلاف الباكجينج، مش عارفة. وسعرها برضو غريب، $69. حاساها اغلى من اسعار انستازيا العادية، فمش عارفة، انا حاساها نفس الحاجة تغليف جديد، فخلينا نحطها في خانة نفس الحاجة تغليف جديد، وخلينا نشوف اللي بعده. البراند دي انا بحب قوي اتفرج على حاجتها، انا عمري ما جربتها، واكتشلي بحس ان هي مش ناس كتير تعرفها، حتى يعني بره مش ناس كتير بتستخدمها، مع انها اسعارها خفيفة قوي تعتبر. نسيت اقول لكم اسم البراند اسمها مويرا بيوتي او مويرا كوزماتكس، مش متأكدة اذا كانت بيوتي ولا كوزماتكس، بس اسمها مويرا. منزلين 10 الوان من جel ايلاينر اسمه سوبر نوفا مالتي كروم جel لاينرز، كل واحد $6. زي ما قلت لكم 10 الوان، ووتر بروف او مضاد للميه، كروالتي فري يعني خالي من القسوه، اللي هو الكروالتي فري يعني مش بيتعمل اختبار على الحيوانات، بارابين فري، سلفيتس ليتس فري، وكمان الزياده عليها انها جلوتين فري عشان لو حد عنده حساسيه من الجلوتين يطمن ان الاقلام دي او الايلاينرز دول خاليين من الجلوتين. مش فاكره قلت لكم السعر الواحد $6، فيعتبر رخيص جدا، كان يعتبر افوردبل مقارنه ببراندز كتير بتعمل حاجات فيها مالتي كرومز. فبما ان اللاينرز دول او جel لاينرز دول مالتي كرومز، فهنحطهم في خانه مالتي كرومز دو كرومز. اللي بعده بصوا، انا مش بهتم بشعري قوي، بس حسيت يعني الصورة بصراحة شدتني. دي براند اسمها كوكو ان ايف، ومنزلين لاين او خط كامل للشعر بالعسل، اسمه هاني هير كير لاين، وهو بيبقى يعني هاني يعني بالعسل، وحتى الصورة كلها كأن الشامبو كده نازل عليه عسل، فشكلها بصراحة شدني مع اني واحدة مش بهتم بمنتجات الشعر خالص. الكولكشن او اللاين فيه شامبو وبلسم وماسك للشعر، البندل او التلاتة على بعض $95، غالي جدا 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 جدا. ولو حولنا بس $95 للجنيه المصري مجرد تحويل عملة هيبقوا حوالي 3000 جنيه. دول كتير قوي بصراحة، وانا بجد بروح اجيب ارخص شامبو واغسل شعري عادي وشكرا على كده. فممكن نحطه في خانة لو معايا فلوس وكنت اشتريته، عشان هو غالي جدا، ويمكن لو كان معايا فلوسه كنت اشتريته. فخلينا نشوف المنتج اللي بعده. اوكي، بي لويز منزلة باليت جديدة اسمها وورلد اوف وندر، كلها موف، يعني كلها موف، وفي لون او لونين زرق كده تحت مع شوية بنيات، 3 الوان بني. يعني انا بصيت على الباليت بصراحة حسيت هو ايه ده، يعني ده حاجة موضة قديمة قوي، ده غير ان حجمها اصلا مش طبيعي، فيها 42 شيدز، وحاسة في من يعني احنا ممكن نشيل نص الشيدز دي ويتبقى نفس الالوان تقريبا، معرفش، حسيتها غريبة قوي. برضو الباليت لسه ما نزلتش، فمش ما عندناش سعر ليها، فاول ما بصيت كده حسيت ان هي بجد منتج قديم قوي، كان يطلع مثلا ويبقى موضة سنة 2016، فاحنا ممكن نحطه في خانة ميك اب جاي من 2016، عشان ده اللي حسيته اول ما شفت الباليت دي بصراحة. خلينا نشوف البرودكت اللي بعده. انا اول حاجه شدتني في البرودكت ده شكله بصراحه. دي براند تارت منزله برونزر ستيكس اسمها مان ايتر سيلك ستيك برونزرز، في 7 درجات، هما فيجن وكرولتي فري، معناها ما فيهمش منتجات حيوانيه، وفي نفس الوقت كمان مش بيتعمل عليهم اختبارات للحيوانات. وكاتبين ان هي الافكت بتاعها سوفت فوكس. انا فهمتش قوي يعني ايه سوفت فوكس افكت، بس حاسه ان هي عكس
جلوي، يعني هي سوفت فوكس معناها بتبلر مثلا او بتنعم، لكن مش جلوي. فممكن تبقى مات، مش فاهمة ده مكتوب سوفت فوكس افكت وانها سيلكي وان هي فيلفتي. ففيلفتي وسوفت فوكس وسيلكي سموث، الكلمات دي دايما تتقال على الحاجات اللي الفينش بتاعها مات. هي شكلها لطيف، شكلها لطيف، بس حسها عادية. يعني حسها براندز كتير قوي عملت ستيك برونزرز، من اول فانتي بيوتي زمان. يمكن فانتي من اوائل الناس اللي عملت ستيك برونزر، اللي هم الماتش ستيكس بتوع فانتي. فاول حاجه شدتني ليها شكلها بصراحه، عجبني الفينش او الباكجينج الاسود ده مع الكلام الابيض، حسيتها شكلها لذيذ. فممكن نحطها في خانه شكله حلو ميك اب عادي، عشان ده اول حاجه حسيت بيها اول ما شفت المنتج ده. ونسيت اقول لكم سعرها $26 على الستيك الواحده، فهو يعني بين البنين. فهنحطها في خانه شكله حلو ميك اب عادي، ونشوف البرودكت اللي بعده. عندنا تارت تاني، يعني صدفة بحتة، والراندوم نمبر جنريتور عرف منين ان هو يجيب منتجين تارت ورا بعض. تارت منزلة اي شادو باليت اسمها بيج ايجو باليت. اول ما بصيت عليها حسيت اللي هو بجد هي تارت، ما عندهاش الوان تانية تحطها في الاي شادو باليتس بتاعتها ولا ايه. باليت زي ما انتوا شايفين 18 شيدز، سعرها $49. فحساها غالية برضو على الوان يعني جايه من معرفش 2004 ولا ايه، مش عارف. حسيتها الوان صعب مش صعبه يعني ازن وحشه، بس الوان عاديه جدا جدا جدا. وهي دي نفس الالوان اللي تارت كل ما تنزل باليت بتنزل تقريبا نفس الالوان، مع اختلاف يمكن لون او لونين. فحسيت ان انا لازم احط البرودكت ده في ميك اب مش هينتهي ابدا. خلينا نشوف البرودكت اللي بعده. بصراحة أول ما شفت المنتج ده حسيت اللي هو طب ليه ده ناسا مايركس منزلة لون جديد. يعني الباودر دي كانت عندها قبل كده، بس منزلة لون بقى البينك من الباودر بتاعتها اسمها ايفولوشن باودر. فأول ما بصيت عليها افتكرت الشاري بلوسم بتاعت هودا بيوتي. سعر الباودر دي $24، شفافة، باودر شفافة بس فيها درجة البينك دي. وكاتبين ان هي ما بتعملش اي فلاش باك في التصوير، يعني لما تتصور بفلاش ما بتعملش ابيض، وانها بتماتيفاي او يعني بتطفي اللمعة وبتبلر وبتست وبتكوركت. يعني بتطفي لمعة، بتبلر يعني بتنعم وبتثبت، وكمان بتصحح الوان لو في غمقانة او حاجة. كاتبين ان هي البينك باودر دي بتعمل كل حاجة. بس زي ما قلت لكم اول ما شفتها حسيت تقليد جدا للشاري بلوسم باودر بتاعت هودا بيوتي، فهنحطها في خانة تقليد تقليد تقليد. ويلا نشوف البرودكت اللي بعده. انا هموت واشتري اي حاجه من البراند دي، معرفش ازاي يعني بجد. انا حد يجيب لي حاجه من البراند دي بجد. مع ان انا يعني متعوده ان انا بروح لنيل صالون بعمل جel بولش، بس بجد الالوان اللي بيعملوها حاسه ان مفيش جel بولش في الدنيا عمل الالوان دي. يمكن انا برضو جاهله جدا في الحاجات دي، فممكن يكون في الوان جel بولش زي اللي هما بيعملوها دي خطيره بجد بجد بجد. البراند اللي انا بتكلم عليه اسمها لايت سلاكر، بتاعت يوتيوبر اصلا اسمها كاتلين لايتس. هحط لكم صورتها هنا على الشاشه. الكولكشن دي ليميتد اديشن، او هتنزل بس لفتره محدوده، بسبب ان هي يعني الثيم بتاعها الصيف. يعني هي معموله الكولكشن صيف سمر كولكشن، اسمها بيوند ذا سي. زي ما انتم شايفين طبعا نسيت اقول ان ده مانيكير، مش حاسه اني ما قلتش مانيكير او نيل بولش. يعني 4 الوان زي ما انتم شايفين، واحد منهم لونه بيربل او موف يعني، وفي شيفت ازرق يعني بيتغير مع الضوء كده الازرق. في واحد توبر او اللي هو بيتحط كتوب كوت يعني او فوق الالوان. التوبر ده يعني ما بين البينك والبلو، برضو بيتغير حسب الاضاءة. في لون اوف وايت مع اندرتون جراي واخضر، وكمان لون غامق شوية اخضر فازرق في ذهبي. كلهم بيعملوا برضو شيفت كده حسب الاضاءة. بجد شكلهم خطير، كل الالوان حلوة. حاسة ان انا عايزة يعني اشربهم اصلا من حلاوتهم، بس عشان ده ليميتد اديشن ومعمول لموسم معين، فهنحطه في ميك اب الاعياد والاجازات. وخلينا نشوف البرودكت اللي بعده.
طيب رود سكين كير، اللي ما يعرفش، رود دي براند سكين كير بتاعت هيلي بيبر مرات جاستن بيبر. انا عن نفسي ما اعرفش الناس دي اصلا، اسمع عن جاستن بيبر زمان بس ما اعرفش انه متجوز اصلا، وما اعرفش انه متجوز واحده اسمها هيلي بيبر. بس من الواضح كده ان هي عامله سكين كير براند، والبرودكت اللي هي منزلاه جديد اسمه جليزنج ميلك، سعره $29، وهو عبارة عن اسنس اللي هو زي تونر بس اتقل من التونر شوية، بيسموه اسنس. وان هو بيعمل لومينس هايدريشن، او ان هو بيدي ترطيب لامع للبشرة وبيهدي البشرة من اي التهاب او تهيج او كده. ما اظنش ان هو نزل لسه، فبالتالي معرفش ايه المواد الفعالة اللي فيه، بس علشان هو بتاع هيلي بيبر فهنقول عليه جانزي سكين كير او ميك اب، عشان هيلي بيبر غالبا اللي عارفينها الشباب اللي هم بيسموهم جنريشن زد او جان زي، اللي هم مولودين تقريبا بعد سنة 2000 وانت طالعة. فيلا نشوف البرودكت اللي بعده. كايلي كوزماتكس، واللي ما يعرفش دي براند بتاعت كايلي جينر، المفروض ان هي اي ثينك اخت كيم كارداشيان، ولا معرفش من العيلة، مش عارفة مش متأكدة، بس هي من العيلة بتاعت كيم كارداشيان والناس دي. منزلة حاجة اسمها تنتد باتر بالم، تنتد ليب بالم، هو عبارة عن زبد كاكاو بس بتنت بلون، كاتبين ان هو بيرطب وينعم ويطري الشفايف، وفي منه 6 ألوان. برضو مفيش سعر لان هو لسه منزلش، فما اعلنوش عن السعر بتاعه. بس انا يعني كيم كارداشيان وكايلي والناس دي بالنسبه لي براندز عمري ما هبقى مهتمه ان انا اشتري منهم حاجه، فالمنتج ده مع انه ممكن يبقى لذيذ بالنسبه للناس بس بالنسبه لي لا شكرا. فخلينا نشوف البرودكت اللي بعده. بنفيت مشهورة جدا بمنتجات الحواجب بتاعتها، منزلة منتجين جداد اسمهم براو اويل وبراو سيرم. هي غالبا بقى مش ميك اب للحواجب، هو سكين كير للحواجب تقريبا. براو اويل يعني زيت حواجب، ومنزلين براو سيرم سيرم حواجب. برضو مفيش سعر عشان ما كانش لسه نزل. عجبني جدا الفكرة، ومش عارفة انا شخصيا هستخدم حاجة زي كده ولا لا، عشان يعني انا الحمد لله ربنا رزقني بحواجب تعتبر تقيلة يعني كويسة، فمش حاسة ان البرودكت ده ليا، بس لازم اكافئهم على الاختراع اللي هم عاملينه. هحط البرودكتس دي في خانة اختراع جديد، عشان انا مش فاكرة ان حد عمل حاجة للحواجب قبل كده. دايما يعملوا حاجة للرموش مع الحواجب، مثلا حاجات اللي هي السيرمز بتاعت الرموش والحواجب، بس ان حد يعمل حاجة مخصوص للحواجب بس، ده بالنسبة لي اختراع جديد. يمكن انا برضو جاهلة في الحاجات دي، اكتبولي في الكومنتس لو انتوا عارفين حاجة كانت معمولة للحواجب بس. بس انا بنفت عشان هم مشهورين اصلا بمنتجات الحواجب بتاعتهم، فحاسة ان هم ممكن يكونوا عاملين حاجة فعلا كويسة تفيد الحواجب بالنسبة للناس اللي عايزة تطول حواجبها او تعتني بحواجبها عامة. فاحط البرودكتس دي في خانة اختراع جديد، وخلينا نشوف البرودكت اللي بعده. وبما اننا بنتكلم عن منتجات الحواجب والراندوم نمبر جنريتور برضو من دماغه وحط حاجتين حواجب ورا بعض، ديور منزلة لام حواجب جديدة اسمها براو ستايلر اي براو بنسل، سعر الواحد $34. ديور يعني عايزين هتنزلوا ب5 جنيه مثلا، $34، 6 ألوان. انا بالنسبة لي يعني ماشي يعني قشطة، بس في 35 مليون براند عاملين اقلام حواجب نفس الشكل نفس الطريقة نفس اللي هو القلم الرفيع، ومن الناحية التانية فرشة، بس $34 بجد كتير قوي 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 على قلم حواجب. واقلام الحواجب عندي بتخلص بسرعة لان انا بحب ارسم حواجبي، فبالنسبة لي يعني مش عارفة، حاسة ممكن اروح اشتري واحد من ميبلين او كمان اي براند ارخص. فبصراحة حاسة ان ده برودكت اي كلام، حاساه بس للناس اللي بتحب ديور عامة او اللي عايزة تشتري حاجة غالية براحتكم، بس انا بالنسبة لي ده منتج اي كلام. وبكده احنا عملنا بينجو،
وبما اننا عملنا بينجو كده، خلصت اول حلقة من ميك اب بينجو. اكتبولي في الكومنتس لو عجبتكم الفكرة. انا بصراحة كنت مبسوطة وانا بصورها وانا بعملها، حتى لان هي احتاجت شغل كتير قوي ان انا اجمع كل البرودكتس والكلام ده كله، وان انا اعمل نمبر جنريتور واعمل البينجو كارد والكلام ده كله. كل ده بياخد وقت كتير قوي، بس انا بصراحة كنت مستمتعة جدا ان انا اعملها. لو اي حد فيكو بيعمل فيديوهات، بينزل انستجرام، بينزل اي حاجة ليها علاقة بالميك اب، ممكن تستخدموا الهاشتاج ميك اب اندرسكور بينجو، وتكتبوا لي تعليق، تعملوا بينجو انتوا بتاعتكم. ما عنديش مشكلة خالص ان احنا نشترك كلنا يعني كوميونيتي كده مع بعض ونلعب ميك اب بينجو مع بعض. هكتب لكم الهاشتاج هنا على الشاشة عشان تقدروا تكتبوها او تشاركوا بيها في اي حاجة. ممكن على اليوتيوب، ممكن على انستجرام، ممكن على تيك توك، ممكن على تويتر او اي سوشيال ميديا تستخدموا الهاشتاج ده، واشوف ارائكم. عايزين مثلا تزودوا خانة او تغيروا خانة او تكتبوا خانة ونغيرها الحلقات الجاية وهكذا. ما عنديش مشكلة خالص بجد. استخدموا الهاشتاج. وكمان لو في منتجات جديدة شفتوها، اذا كان في مصر ولا بره ولا في السعودية ولا في العراق ولا في اي حتة، اعملوا لي تاج باليوزر نيم بتاعي. برضو هحط لكم هنا على كل السوشيال ميديا، اذا كان يوتيوب، انستجرام، تيك توك، اي حاجة اعملوا لي تاج وانا هتكلم عليه في حلقة من حلقات ميك اب بينجو. اتمنى تكون الحلقة الاولى من ميك اب بينجو عجبتكم. لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك، وكمان تعملوا لي سبسكرايب، وتشغلوا النوتيفيكيشن بيل عشان يجيلكم نوتيفيكيشن كل ما انزل فيديو جديد. وكمان ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستجرام والتيك توك. اليوزر نيمز هنا هتلاقوها طايرة قدامكم على الشاشة، وكمان بحط اللينكات او الروابط بتاعتهم على طول تحت الفيديو في description box. Thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye!